بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم يا حبايبي، يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بألف خير وفي صحة وسعادة. يلا بينا النهاردة فيديو كده كله نشاط. هنعمل قمنا بدري الصبح، غسلنا الملابس بتاعتنا، الهدوم، ونشرناها في الشمس كده تاخد الشمس الصبح كده. وزي ما انتم شايفين كده ايه، الأمة البدرية على رأي اللي بيقول من الأمة البدرية، من الشغلة البدرية منسية. واحنا قمنا كده زي ما انتم شايفين، نشرنا هدومنا وعملنا كده ايه روتين خفيف كده. وما تنسوش بقى ندعي بقى لأهالينا في فلسطين ان ربنا ينصرهم يا رب، ويرفع عنهم الظلم يا رب، ويهد الظالم، ويا رب يسلمهم كده وينصرهم يا رب. فاحنا زي ما انتم شايفين نشرنا هدومنا اهو، زي ما انتم شايفين كده ايه، نشرناهم. انا جت المهم كده الى بعد ما نشرتهم سبتهم يجوا ساعتين كده يتهوم، قلت لقيت الجو غيم كده، قلت هيشت ولا حاجه، جت اجيبهم لقيتهم لسه ايه طريين شويه، قلت هسيبهم شويه، لقيت اللي يعني الجو رجع اتحسن تاني. وحبايب قلبي، حطوا بقى اللايك للفيديو واشتراك في القناه، في قناتي ايام حلوه مع ماما وسلمى 2. وده كان ايه، قمت الصبح زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، عملنا الايه الهدوم بتاعتنا ونشرناها كده في الشمس، وفتحنا بيباننا وشبابيكنا كده للهوا، والشمس كده يدخل البيت. وهنشوف بقى ايه، هنروح نعمل حاجة سريعة كده، نروح على النار كده على البوتاجاز نعمل حاجة سريعة. احنا جينا نكون عندي كوز بطاطا واحد، جبته وقشرته وغسلته وقطعته وسلقته كده زي ما انتم شايفين اهو على على النار، وايه وهرسته وهرسته كده وهو لسه سخن. وقلت هنعمل ايه وصفة كده من الكوز البطاطا دي، وصفة تحفة. كوز واحد الصبح كده يتحط طبق كده جنب الفطار، اللي عايز ايه ياكل كده بطاطا بس كده ياكل، واللي عايز ياكل مثلا عيش جبنة فول كده يبقى جنب الفطار. يعني الفطار بيبقى زي ما انتم شايفين، طبق فول طبق جبنة كده الموجود، والطبق البطاطا دي نحطه جنب الفطار كده واحنا بنفطر. فاحنا انا جبتها كده سلقتها زي ما انتم شايفين وهرستها وهي سخنه، وجبت ايه، كنت ملخبطه معلقتين دقيق على معلقتين نشا، معلقتين كبار دقيق على معلقتين نشا. هنجيبهم نقلبهم كده في البطاطا زي ما انتم شايفين كده ايه. معلش احنا بنعمل بايدينا، بس زي ما انتم شايفين احنا قايمين بقى بدري، عاملين مصالحنا وغاسلين وعاملين وايدينا نضيفه، وبعدين احنا اللي بناكل. فانا جبت حبه مكسرات كده ايه، وجبت البطاطا بتاعتنا بعد ما حطيت عليها الدقيق والنشا، وجبت شويه مكسرات كده احشيها، احط في جواها كده شويه مكسرات، وجبت جنب شويه سمسم هم. بعد ما عملتها حشيتها كده بالمكسرات، هنلمها كده على بعض، نكورها ايه ونحطها في السمسم كده ونقليها في الزيت. بتبقى وصفة البطاطا جميلة. طبعا البطاطا لها كام طريقة، عملناها بالبشاميل وعملناها مسلوقة كده عادي، وهنعملها النهاردة كرات كده بالسمسم، اكنك ايه بتقلي طعمية. بس دي بقى بطاطا، بقول لك ايه، حبة مكسرات كده جنبي اهما، بجيب احط كده في قلب الكرات بتاعتنا كده شوية مكسرات كده صغيرين، ونلم البطاطا بتاعتنا كده، نعملها كرة كده، ونجيبها بقى في السمسم زي ما انتم شايفين، نغلفها كده بالسمسم، وبعدين ننزل بها في الزيت، زيت بسيط عشان ايه، هي طبعا فيها نشا ودقيق، ما بتشربش ايه زيت خالص، يعني شويه زيت صغيرين، ما تكترش على اساس ان ما تبقاش شاربه مننا زيت. زي ما انتم شايفين كده ده الشكل البطاطا بتاعتنا بعد ما كده حمرناها، الشكل الجميل كده، والنشا والدقيق والمكسرات محشيه كده، مكسرات من جوه، تحطيه كده جنب الفطار. والله الولاد ياكلوها كده، ممكن هي مشبعة يعني، حتى لو ما فيش تاكل كده لوحدها كده، هي مشبعة يعني، فيها ايه دقيق ونشا وسمسم والصلاة على النبي، اللهم صل على النبي، جميل. دي وصفة البطاطا اللي انتم شايفينها دي، جميلة جميلة جميلة. وده كان الطبق بتاعنا زي ما انتم شفتم، شكله يشهي طبعا. وما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة، في قناة أيام حلوة مع ماما وسلمى 2، واشوفكم على خير فيديو جديد إن شاء الله.